يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ الانكار اللي هو يبقى مجرد كلام بس، كل ما تعمل حاجه اشجب واستنكر. ايه اللي يحصل؟ ده لا هيقدم ولا يأخر. ويعمل ايه بقى؟ يجرئ من انكرت عليه. ده كلام اهل العلم مش كلام. يجرئ من انكرت عليه. بقى لنا كام سنه عمالين نشجب ونستنكر لليهود. بيدوا بيت المقدس، مش عارف ايه، بيبنوا بالصوتات. نشجب ونستنكر، نشجب ونستنكر. قدمنا ولا اخرنا يبقى قابلني. وبعدين عمل ايه بقى؟ ادي الواقع، جرأهم علينا. قالوا الناس دي مجرد ايه؟ كلام بق. زي الدكتور محمد مرسي دلوقتي عمال يثبت للمعارضه ان هو بق. انا بقول ابملي فيها اهو، واللي يزعل يطاق. انا بقول ابملي فيها اهو. نطلع نشجب ونستنكر، وده غلط وده عيب وده ما يصحش، وعارفين اللي بتعملوه، خلي بالكم على حسابكم ما نعملش حاجه. ايه اللي حصل؟ جرأوا علينا العيال في الشوارع ده. العيال جرأوا علينا العيال، جرأوا علينا العيال. تبقى ماشي تعدي على شويه عيال ما لهمش لازمه، يقول لك يا شيخ هننتفها لك شعره كده. جرأوا علينا العيال، ولسه ما هيتجرأوا اللي شايفين بق، مش شايفين عقوبه. ودايما بنقولها وقلناها وقالها اهل العلم من قبلنا: من امن العقوبه اساء الادب. ده اللي احنا فيه دلوقتي، ده اللي احنا فيه دلوقتي. ولذلك الاول قالوا في حقه كلمه قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده، بقت قد كده. خلاص بدأنا نقرب من المشايخ. بقى ضربنا مساجد بالطوب وشتمنا المشايخ بأقبح الألفاظ، وعايزين نموت الشيخ كمان. ولسه لأنها سياسة فاشلة بكل معاني الكلمة. فاشلة، ما تنفعش، ما ينفعش يحكم عشة بالمنظر ده كده. الدنيا لا تسير هكذا. بس دي لازم يبقى في عقوبة. فشوف أهل العلم قالوا إيه. شوف ربنا قال فكيف كان إيه. اتعلم إزاي يكون الإنكار بقى. اتعلم إزاي يكون الإنكار. ما يفضلش مجرد تحذير وكلام. إن فضل مجرد تحذير وكلام هيجرئ عليك المخالف. خلاص عرف إنك بق، عرف إنك بق. عشان كده كان فكيف كان نكير. نكيره كان إيه؟ فأخذتهم. شوف كلام نكيره كان إيه؟ فأخذتهم. ولذلك قالوا فكيف كان نكير، أي انظر كيف كان إنكار الله أن استأصل شأفتهم. هو ده الإنكار بقى. يبقى لازم أدخل الإنكار حيز ليه؟ حيز إيه؟ الفعل يا بابا. الفعل يا بابا. ما بقاش بق، مش هقعد سنتين ثلاثة بق والدنيا بتخرب وأنا بق، وجرأ الهافة وقلالات الأدب والفاشلين والصيع والبلطجية وكله. كل واحد بيعمل حاجة دلوقتي عايز يعمل حاجة بيعملها. ليه؟ لأن مفيش سير على منهج الله. يريد أن يسترضي خلق الله في غضب الله. يا أخي ناس طالعة بتقول لك مش عايزين دين وشريعة، بطيب خاطرهم حوار إيه ونيلة إيه؟ دول عايزين ضرب الجزمة. خلاص لابد ان الانكار يخش محل التنفيذ والعقوبة، وإلا الدنيا هتخرب وخربت كده. يبقى شوف الكلمة فكيف كان ايه نكير. بكرر لك الكلام اللي قاله اهل العلم تاني: اذا ظل الانكار كلاما فانه لا يقدم ولا وسوف يجرئ عليك من انكرت عليه. خدها قاعدة كده، خدها قاعدة كده. خلاص. ولذلك شوف الآية فكيف كان ايه. فكيف كان نكير. طيب اللي ربنا استأصلهم الكفرة دول اللي وداهم في 60 داهية وريحنا منهم، واللي زي دول ما تحزنش عليهم. اللي زي دول ما تحزنش عليهم. وانا بستغرب والله لما يجي كافر ربنا يهلكه ولا يموت، ولا كفر يموتوا زي ما كان بيحصل بلاد كفر، يقوم فيها زلزال ياخد اللي فيها، ولا يطلع بركان يضاع اللي فيها. يقول لك نأسف ونحزن ونشاطبكم الأحزان. يا أخي ده ربنا قال فلا تأس على القوم الكافرين. يا راجل يا راجل، حزين وبتتأسف على مين؟ الله يحرقهم مطرح ما راح.
اسف على مين؟ شوف احنا رايحين فين، شوف احنا ماشيين ازاي، فين الهوية الإسلامية؟ مش عارف. حزين، انا حزين والله، حزين يعني في قمة حزني.